اسمعي اسمعي الساعة. اسمعي 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 نعم. اسمعي. حضر جن معك. آه. المنام يظهر لي ان في امراه ساحرتك. نعم. بتتكلم وأنا دقات قلبي قاعدة تضرب، وبحس إني مو قادرة أستمع للكلام هذا أبدا. يا اختي انت معك جن. نعم. بس أنا من 4 أيام نمت حلم إني كنت في البحر إني أسبح، وبعدين طلعت منه وكان معي زوجة خالي وخالتي وأمي. فلقيت مثل البيت هيك. لما وصلنا لعنده أمي وخالتي يعني قعدوا بعاد ما ودهم يدخلون لهالبيت، بس أنا لما كان ودي أدخل كانت معي مرت خالي، فهي أوهمتني إنه بدها تدخل معي، فأنا تبعتها هي قاعدة برا وأنا دخلت. فلما كان بدي أدخل إجاوني ربع نسوان لابسين نفس اللبس، فوقفوا هيك وصاروا يعني يطلعون علي بنظرة هيك يعني حاقدة، بيقولوا لي لا تفوتي على هالبيت، هذا ما يخصك، بيت لا من؟ تفوتي. بيت من؟ بيت ما بعرف لمين هالبيت. فأنا لما فتت طلع لي مثل الجن فضربني على وجهي، فأنا نعم. طلعت هيك يعني مغمي علي، وصرت بدي موت يعني أشهد هيك ماني قادرة أتنفس. فهدوك النسوان راحوا، فأنا بعدين صرت في بيت جدتي، وهذا البيت يعني في الحقيقة لقيت إنهم عاملين لي سحر فيه أو في ملابسي يعني. وأنا دايما من 4 سنوات بشوف نعم. سحر في بيت جدتي، وبشوف دايما إني في البحر يعني كل يوم لحظه 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 لحظه، انت من فين؟ من اي دوله؟ أنا من الجزائر. المنطقه اللي انت عايشه فيها الان نعم. وش قرب البحر عنكم وش بعده؟ يعني مو كثير، يمكن هيك 20 كيلو، يعني مو بعد كثير اسمعي اسمعي ساعة. اسمعي 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 نعم. اسمعي. انت عزباء ولا متزوجه؟ عزباء. يا اختي نعم. انا ما ودي. كمل خلصتي ولا باقي؟ لا بعد. كمل. فبعد طلعت من بيت جدتي، فهدوك النسوان الأربعة طلعوا لي. إجت منهم مرة لها صوت حفيف الأفعى، فإجت نعم. لعندي هي تمشي يعني لعندي، وصوت الأفعى هيك يطلع منها، فمسكتني من إيدي. نعم. فأنا بقيت أقول لأختي خلاص هالمرة ما راح تتركني بحياتي، نعم. إيدها ما راح تترك إيدي. نعم. فشفت رجال تاني من العيلة مسكته نعم. مرة ثانية وبدها تقتله. يا فأختي بتقول لي لا تخافي هذا قاعد بيقرأ المعوذتين ما راح يصير له شيء، نعم. والمرة لسه بإيدي وما بدها تتركني. نعم. وأنا انت قلتي دائما لي طيب نعم. طيب، انت متزوجه في الحقيقه؟ لا عزباء. عزباء. نعم. كم مضى من عمرك الله يحفظك؟ عمري 26 سنة. 26 سنه. نعم. في سبق قرأ عليك احد؟ يعني رقى. رقيه ايوه. رقيت. حضر جن معك؟ آه. طيب شوف انا اخوك، لما ذكرتي لي منامك قلت لك في بحر قريب منكم من نعم. مسكنك، وقلت لي نعم 20 كيلو، فهذا واضح لي في المنام. نعم. المنام يظهر لي ان في امراه ساحرتك. نعم. شوف ال 10900 اللي عندي في البيت. نعم. هل انا يا ابو الياس عمري تكلمت بهذه الجرأه اقول ترى في سحر؟ نادر جدا جدا اقول للشخص معي ترى مسحور. من الاخير اعطيك اياها. بتتكلم وانا دقات قلبي قاعدة تضرب، وبحس اني مو قادرة استمع للكلام هذا ابدا يعني لا استمعي زين، اسمعي لي. نعم. نعم. وربما ان هذا الامر انه يتعلق في البحر، نعم. فانا اوصيك. نعم. في شخص، في رجل معك كذلك، ربما ان هذه المراه سحرته لكن ما تستطيع عليه، ما نعم. تستطيع في التاثير فيه. نعم. ترى اللف والدوران من امراه قريب منكم، تمام. وهي تريد ايذاء الاسره عندك، نعم. لكن في الرجل اذكاره اقوى من اذكارك واوراده اقوى، نعم. فيحفظه الله عز وجل، او يلحق نعم. شيء من الاذى لكن اقل. نعم يحفظنا وياك ان شاء الله. نعم. لكن انا اوصيك بامر، نعم. اوصيك بالرقيه الشرعيه. شدي على نفسك بالرقيه الشرعيه، ان ولعل ان شاء شاء الله ما بك ان يزول. ان شاء الله يا رب. نعم. يعني نعم. يعني ودي بس اقول لك اشي، الله يجزاك خير اذا ممكن يعني. نعم. أنا من 4 شهور أو 6 شهور نمت جبريل عليه السلام يعني ببيت ايش؟ جدتي. جبريل عليه السلام نزل ببيت جدتي وحط لي كفن، وقال لي افتحي هذا الكفن، ويعني لما فتحته طاحت منه الحنة والعقد اللي بيعقدوا بهم الكفن. فبيقول لي لما بتفتحين هذا العقد انت يعني الشيء اللي فيكي راح ينفتح يعني. وبعدين راح.
فانا امي شو عملت، جابت لي كفن احد من العيله بدي افتحه. لما فتحته يعني ما لقينا الكفن ولا لقينا اي شيء منه. اشترينا كفن ثاني لهالميت اللي بدنا نعمل له يعني نكفنه يعني. وكان في الاهل يعني جدتي اللي كانوا هناك يعني كانوا عارفين انه هذا انا بدي افتح الكفن وهيك الآن فاخذوه. نعم. هذا في اليقظة تتكلمين عن لا. اليقظة أنت نعم ولا نعم في نعم. المنام؟ لا لا يعني في انا اليقظة نمت. أنت لما صحيتي من النوم قلتي لأمك أنا أبغى الكفن اللي عندكم. نعم. فمات حد من العيلة فقالت لي أمي يلا نتوكل يعني على النية وافتح الكفن يمكن هذا الشيء يعني إشارة. ففتحته. لما رجعنا الكفن لحتى يكفنوا به الميت الله يرحمه فأخذوا الكفن ما لقيناه ما في لا كفن ولا يعني أخذ. من أخذ الكفن؟ ما عرفنا هذا هو المشكلة يعني الكفن ما لقيناه. وكان في عيلة جدتي اللي دائما أنا لا ومعها الكفن هذا وين كان موضوع سابقا؟ يعني اشتروه عادي وبدوا يكفنوا فيه الميت فجاته أمي وين؟ طلبت لحظة. نعم. وين كان قبل يعني كان عند جدتك في بيت جدتك؟ كان في بيت لا أمك؟ كان لا كان في بيت الميت يعني هن من الأقارب يعني هم أقاربنا. فجابت لي يعني طلبت منهم أمي الرخصة قالت بنتي وهيك يمكن تعطونا نفتح الكفن قالوا والله ما في مشكلة. فتحته بس لما رجعناه ما لقينا الكفن فاشتروا كفن ثاني. الكفن اللي فتحته أنا ما في. لحظة يا أخت، شو اسمك أنت؟ اسمي فاطمة. فاطمة. نعم. يعني كان أمك ذهبت وأخذت الكفن الكفن. من بيت أقاربك ثم نعم. جابوه عندك. نعم. يوم جاء عندك فكيت وشفت الكفن، نعم. ثم فكيت. يوم جت اليوم الثاني أمك تبى ترد الكفن ما نعم. وجدته. نعم وجدته عطتهم للأقارب بس لما كان ودهم يكفنوا ما لقوا الكفن فاشتروا واحد ثاني. الكفن اللي أنا يا فتحته ما وجدوه. يا أختي أنت معك جن، نعم. بس هذا اللي أشوف. الله يجزيك خير الله يجزاك خير. نعم. أوصيك بالرقية الشرعية. نسأل إن الله شاء الله. يسلمك. شكرا حياك شكرا الله. لك. هذا كلام جميل جدا، لكن المرأة يدل على أن فيها تلبس ويأذيها كثيرا. منام دلالة المنام أن المرأة فيها أذى، فيها تلبس حيتعبها كثيرا في حياتها، جدا حيتعبها. لكن أنا أوصيها من الآن تستعين بالله